اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وبكامل الصحة. احنا النهارده رايحين نعمل ايه هنا؟ احنا بقى بعد كده هيبقاش ايه، هيبقى قدامنا يجي اسبوع ولا كده، فهيبقى في تقليه بطاطس وزراعه بطاطس. فاحنا النهارده بقى فاضيين نعمل ايه؟ نعمل صيانه بقى في السطح بتاعنا كده، حاجه بسيطه كده. احنا عملنا بقى لا مؤاخذه بقى عند المواشي، ونضفنا البيت من تحت اللي هو فيه المواشي دي، وبرضه نعمل ايه صيانه هنا. فاحنا بقى يا حبايبنا هنا ايه، هنمسك بقى المكان ننضفه كده برضه، عشان اللي عنده سطح برضه جو يشتي فجأة بتاع، تبقى حاجات بسيطة. وقال لي بقى يعني اللي بيبقى لازق في الأرضية دي الشتا بيقوم منضفه بقى السطح أكنه معلش أي حاجة. فكده بقى يا حبايبي برضه احنا ايه، هنلم برضه الحيوان ندخله الأوضة هنا ونمسك المكان ننضفه. وربنا يصلح حالكم جميعا ويفرحكم بولادكم ويسعدكم، ويا رب اللي نفسه في حاجة ربنا ينولها له. فاحنا بقى المقش احنا جايبين اهوت. فاحنا بقى هندخل الحيوان بتاعنا بقى الأوضة. احنا بقى ايه، السلام عليكم. عليكم السلام. امبارح كنا ماشيين او بعدين يا سماء بتعملي ايه؟ بدخل الفراخ عشان رايحين نفس الصاع. بسم الله ما شاء الله، اخد فرخه وانا نازله يعني ولا ايه؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بجيب لك فرخة بس البتاع ايه؟ ما كبروش قوي زي ده. لا اما يبقى يكبر. كنت فين يا حبيبي؟ في الدار وكان عايزة يتعود ادخلك واحدة في يما، الدرس. بس هما ما كبروش قوي يعني عشان يبقى فيها لحمة زي المرة اللي فاتت. لا ما تسيبها اما تكبر بقى. هتبقى تحسبها عليها فرخه ببلاش. ما انا مش عارفة اديها لك الوقت. تديها لها عظم. انت عارفة ان من غير ما انت يعني كده اطلع على طول واخده عظمه عظمه عظمه، ما فيش لحم. كنا جبنا البتاع، صح؟ كنا جبنا فرختين اه. والبتاع حرقت قلبنا عليها. اه. اي والله. يلا ربنا يعوضهم عليك كتير. والله 1000 جنيه. 1000 جنيه. فداك وفداك، كل حاجه فداك. اللي يجي في الريش بقى شيء، اللي يجي في يقول يا صح. بسم الله ما شاء الله. بس البتاعه دي حلوه كده، بس انا خايفه عليها بقى ما الدنيا تشتي. وانت جايب لها مشم. لا بس عليها كلها. لا يا شيخ انت هتنصبي. لسه هجيب مشمع 6. عاوزه يجي لها مشمع نازل كده، يبقى نازل كده يا مصطفى كده عشان يقفل ده. تحدفه كده اهو لما الشمس تكون موجوده، وتعمل عشان الشتا كده جاي بحري هيدخل لهم نهر، هيدخل لهم نهر عشان نحافظ عليه. بس برضه هيعوز تسحبوا الماء على طول عشان ما فيش ماء. لما انا عملت الرياضه ده يا بيه. انت ما شفتيش الكرة اللي جوه؟ لا ما شفتهاش اما اتقفلت. شفتها فين؟ دي كانت ايام امي الله يرحمها، كانت لسه نص كده، وكانت حاطه هنا البلاليص وال. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. ما فيش فيها حاجة اصلا. هي فاضيه ولا ايه؟ مش فاكر الدكان دول. لا مش انا كنت جبت البلد جبت الفراخ. يعني هم كانوا بلدي. كانوا يا بنت بلدي هجين كلوم. وبلدي. وقابلنا كله حته يرسى ده شوفوا مدخلهم منين بقى؟ من عند من عند الحته المنوره السلك، اهي. من عند السلك. من بعد السلك كده. لما جبت شويه اسمنت وفي هناك. فتحه هنا ما شفناهاش. اه انا كنت مربي فيها قبل كده ما جاتش استنى، ليهم. معرفة. الدكان ده متقطع. بيطيروا. اما عرفت طريقهم. ايوه. تعالوا نشوف الحاجة منى. تعمل اي حاج. ننضف السطح بقى عشان بعد كده مش هنبقى فاضيين. كل يوم كنس سطح كنس أما سطح إيه، ما كنس هو سطح. كده. الناس الفلاحين كده كنس سطح، كنس لمواشي، أنفار، ما هو كده يا حبيبة قلبي. كده بقى يا حبايبي ايه، لازم ايديكم في السطح على طول. طول الشتا دي لازم يبقى ايدينا في السطح علشان السقف. عشان السقف السقف يبقى نضيف. السقف يفضل نظيف، بتاع الارضيه بتاع السطح ما تبوظش، فلازم يبقى ايدينا فيها على طول. لا سوار بقى يعني. انا هنزل انا اعمل دور شاي واجي اجزاء السطح فله بقى. فله ايه؟ فله ايه؟ نضف يا حبيبي.
شوف الجو قاعد بيعمل سحابة متغيرة. يا رب يشتي. هما يشتوا ويكون السطح نضيف. السطح ما يبقاش متروب. ف عايزين نبقى نعمل فيديو في يوم ونعمل ده. ايه رأيك؟ ده هنلاقي عايز فيها كنز. دي بعد الشتاء بقى، الصيف ده يشال والجدران ده تعلى عشان تتظبط. ايوه النضافة أوي 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 يما. ده كده علشان ايه يبقى طول ما السقف نضيف. لو جه شتا ولا بتاع فجأة ما السطح ما يتروبش، الحيوان ما تتعكش. نضف. يلا. امي حابه تلبسني، بتقول لي انزلي اعملي دور شاي، فبهزر معاها بقول لها اختي وانا كنسانيه، تقوم قايله لي خد والله انت واخداها. قامت نازله. مسك. عايزين نشتري السلم ده. بس كنسي كده اهوت، كنسي ايوه كده، وقوم موقفه السلم على سيفه يا حبيبه جنب الجدران. اتعلمي. لا اله الا الله. اتكلم معاهم شويه يا ابو عم خالد. حبايبي هو دي الكلمه اللي انت بتقولها دي؟ امال اقول ايه؟ هم حبايبنا يا بنت. الناس الذوق، الناس المؤدبه، الناس المحترمه. لازما. هاتوا عليا عشان يعرفوا ان انا بعمل، اهو مش قاعده. ماشي. الناس المحترمة، الناس الذوق، الناس المؤدبة، الناس لسانها بيسقط سكر وعسل، دولت بيبقوا ايه؟ دولت الناس الكويسة. الناس ديت اللي محدش يقدر يتكلم ولا يقول عليهم حاجة. ربنا يخليهم لنا وربنا يحفظهم من كل شر يا رب. أحلى ناس وأحلى متابعين وأحلى مشاهدين في العالم كله. ازيكم يا حبايبنا؟ على الله يكونوا بخير وبصحة جيدة وفي أحسن الأحوال يا رب. اهم حاجه التصوير يبقى حلو. ربنا يديكم الصحة وربنا يقدركم وربنا يعينكم ويعين كل من كان قادر يا كريم. يا سلام، دي كده أمسية بقى. احنا بعد العصر يا جماعة. ايوه احنا دلوقتي كده بعد العصر. كده بعد العصر. دي كنسنا السطح ما احنا هنعمل ايه بقى؟ وخلصنا ونزلنا بقى ايه، جهزنا شوية شاي عشان نقعد بقى ايه نستقميص انت ما كده. بتشربيش مسكر. قال لو النبي خدت بالك، اه ده احنا هنديها جايز، مش دايما بتفتقر. لا انا ببقى احب الشاي مسكر. بتعمل انت يعني عسل هنشرب مر على ايه؟ كده بتجيبوا اهو كل يا جدع الشاي بتاعك. عمو. تعالى يا عم عم حسن زارع تعال بطل لك جبت نصف الكم الشاي. وقلت يلا وكله. تعالى واد الزين، واد غطاء، واد النبي اللي احنا انت حداه. لما بحفظش ست امكم بتقول لكم اللي على الدنيا يخبي. ست امكم بتقول لكم يا عم حسن زارع بصل، جيت اشم وكلت كله. انت زارع بصل فين؟ اللي عم التليفون. اما تزرع بصل يا حسن بهات لي بصل. شوفوا سبحان الله، يعني تبقى في ايدك وبتقسم كل يا عم دي من نصيبك. اي والله ما انت لسه شاربه كوبايه شاي الواحد انا لسه شاربه مظبطه الطاسه انت. هعمل ايه؟ ما هو عمال مطربة. اعمل شاي دي ده ما ما بتشرب دول شاي كتير. ها؟ احنا كنا ناخد اللي ما معنا بشربش. بصل. لا هو بيشرب الكوبايه بقى واحد واثنين وانا كمل هاني بقى. اسمه رفاية ايه؟ الراجل كان فوق بقى لا له نور شويه. عندنا ده. عندكم ده؟ هو انت نسيت عندي تحت يكبوك ده؟ قول يا جدع قول يا جدع. لا يا سيدي طالما بحكي بتجهز الريسبشن بتاع الترسي بتجهز الريسبشن بتاع كرسي. بقى في الاخر الكراسي قعدت هنا على السطح. وشويه طلع سيليهم بدل المرة مليون. بكره الله يرحمك ياما.
بكره الشتاء يغسل. انت كده اهو. الفراخ بتطلع بعد حلوة ما عليك. امك ما ماتت يعني مهما نضفت وسابت الحاجه بقى باظ. الله يرحمها. اي والله. هو بيشكر فيك جامد. انا يعني من قبل ما تموت انا عارف ان من قايل قلت هتعدل. امك هتموت من هنا واحنا ربنا يكرمنا من هنا. يعني هتعدل لو معدلة كراسي المية. كراسي بكره يجي لك احنا شوية جايين خلوهم نصلح ونهدي النفوس يا جماعة. الشتويه نقاش على الماشي. هي كراسي يابا عايزة تترمي. خلاص ارموه. ده من أيام أجدادنا الفراعنة. يا الشيخ. لا هم عندنا يا شيخة. لما كنا جايبين كده ما هم فضلوا متحفظ عليهم طول ما امك كانت مدة موجودة. الصلاحيه بتاعتهم انتهوا. عشان احنا مرة ارميهم بقى من كنا جايبين البلكونه. الأندرة من زمان ممكن ندهنهم. جايين دول. راجل كده عمك حسن خلص مهمته. خلص مهمته. مع السلامة يا حسن. عقبال ان شاء الله ما تشتغل للي حوالينا. يلا نرجع تاني زي ما كان. يلا يا بنتي. والله يا منى انت يعني هدى نفسك على الفاضي. لا يلا كده انا بقى. تقعد على الكرسي ده كده بقى يا حبايبني والله انا ما قعدت للوقت. النهارده بقى الكوكتيل بتاعنا كان عيش عايزة تفهميني ان انت اللي عاملة السطح؟ انت اللي عاملة السطح؟ لا انت اللي كنستي اصل انا لسه هقوم اكمله يعني ما احنا لو ده احنا لسه خلصنا هتكمليه؟ ليه؟ بس لسه هقوم اكمل دي بس اما ارتاح شويه. ربنا يديك الصحة وطولة العمر وحبيبة تساعدك. ادخلي يلا يا حبيبة انت كمان. لا ماليش دعوة بالفراخ. ليه؟ هي هتنط من الشارع وانا اللي نط وراها. بتخصمين انتوا الفراخ؟ لا ما بخاف ما منها. بتاكليش فراخ برضه؟ لا كمان؟ اكلها. يعني ولا بتاكليها ولا بتجنسي تحديد؟ لا. وقطع الفراخ؟ لو البيضة طب ماشي ما عايزين نصالحكم على بعض. ما باكلهاش. انا مش عارفه ده انت كده هتخلي شكل فراخ بقى حمراء. يلا خلي الناس تقولي كله فيتامين. احلى حاجه ان انت هتريحي اللي انت بتفكريني بيا وانا صغيره. بس ممكن كنتش باكل الا فراخ بيض. بالله اه والله. ولما كبرت واتجوزت بقول يا ريتهم كانوا ضربوني واكلوني أيوة. كل حاجه. اي والله العظيم. كله انا بيقول مصدقه الحمد لله انا ما بعترضش على اي حاجه لو عيش نشف بقى. انت ودد دي ودد. انت من الزمن القديم. اي والله احلى زمن والله يا جماعه والله. ربنا يديك الزمن الصحه بتاعي يا اي منى وهي جايه لنا أي كانت حاجة بتقول لك انا باكلها بمسك المعزه سلخ والبتاع والله ما شفتها سلخت فرع عندنا. الحمد لله. سيرة المعز بقى هي حاجة وحشة. كانت زمان نسيت. والله انت حكي. لا نسيت. لا المعزه طب انهم كانوا بيضحكوا علينا واحنا بنخطبها. بتقول لك هي اصلا ما شفناش بتسلخ ولا عندهم ولا عندنا. لا. الصوت ولا الغنى. لا كنت بعرف اشفي اللحمه واقطعها. لا جدع. اي والله. لما جيت هنا تعكست لا اخوي الله يرحمه بقى كنت بقعد ابص يشوف يعني هو كان بيعمل ازاي وبقيت اعمل ازاي. شاطره اي والله. شاطره. بس عمل والله يا منى لما جينا نخطبك ما سمعت حاجه عندك في الدار. قالوا بتدوق الاكل. يعني انا ما اعرفش يا حاج بقى يا زواقه يعني. طب ما هو اللي بيقعد والله العظيم كل ما اروح هناك الاقيهم بيقولوا لي ايه منى جدعه بتعمل ايه بتدوق الاكل. بدوق الاكل مش بدوقه باكله لا. حته الصريخ والتشفيه امك اللي كانت بتحكي لي حكاوي قهاوي. بس ما تعملتش قدامنا حياة. ده حد شافها بتسلق. انتوا دي لو جبنا لها حاجه هتطلع زي اسمه لمبي سبق سرقت قبل ما اتبق. لما بتقول لك بعرف هي في الضحيه ما بتعرفش تقطع. لا يا طب قول بقى. طب هات نفر ما احنا مش احنا جينا نحطها بقى في المهمه ما عملتش حاجه. كل ما تيجي تعملوا الضحيه تقول لك ده انا شاطره. استنى الشطاره لا ما ملبوخ. بتعملش ولا كرش ها اللي هي بتاكلها. يا باشا اللي بتكش شاطره في اللي بتاكله. يلا نعمل زيك يعني مش عايزاكي تكنسي تحت الفرقه تحت البط. لا انا ماليش دعوة بالفراخ. انت طالعه عليك. اه لا انا بعمل كل حاجه الحمد انت شاطره يا ام محمد. لله والله. انت جريت ام مصطفى تبقى احتفيني في اي حاجه وانا هسيبه الحمد لله. تعملي كل حاجه. اما انا بقول لك هي ما كانتش تعرف الفراخ. يا حبيبتي كمان أيوة والله لحد بطلع ماما بالفراخ. ماتت. لا احنا نروح نعمل لامي بقى. اقول لك على حاجه مره الفراخ طارت ما احنا كنا قايلين الكلام ده. وامك ايه؟ بتحاول تقفل السر. وامك انا لو قلت لكم على الويز طلعت على الصاع. ولا احكي
طلعت وعدت مني. ما شاء الله. وامك كانت ما هو ايه؟ لو ابوك حكايه الفراخ قديمه، انا عندي حكايه بص يا حبيبتي احنا كنا قاعدين هنا مع أمك إيه؟ يعني ما يكون في مدرس كبير قاعد وياك وبيدرس لك الجهاد وبيدرس لك الجهاد. لا بس لازم تطلعي من المدرس تحت ايدك المدرس ماله مدرس مال كبير. الوعي بقى. أه؟ انت واعي المفروض تعرفي انت عندك كم فرخه كم بطه. افضل اعد فيهم كل ما اطلع. لا انا كنت من كده غير لما ما كنت تعدي. طب أمي ما هي كانت كانت معرفاني تقوم كده. طالعه وتقول لك سيب الحيوان تقوم سايباه وتقوم قاعده عامله ايه تعرف كده. الفرخه اللي ناقصه اصلا مش وتقوم قاعده عامله ايه كده اهو وتبص كانت بتقعد هناك كده مكان الفرن. تعالى لا انا لما اتجوزت الفرخه يا فين شيخه وانا اول ما الفرخه جيت شكلها كذا ادينا فين. فرصه ما ادينا كنتش فرصه نتكلم. ما كنتش بعرف الحوار. هي كده اصلا لما بتيجي تجيب حاجه عليها بتقوم داخله في القفص. واعي. لا ما كنتش بعرف الفراخ لو وقعت في الشارع ما كنتش بعرف اجيبها. امك اللي كانت بتعرفها. تقول لك الفرخه الفلانه تايهه راحت فين؟ والله وقعت. عندنا فرخه ضايعه يا اولاد. يا احنا بقى ضحكك على امي فرخة جت ضيعة مره يا ما اعرفش ولاد كانت راحت فين ولا ادت لامك مهمه ايه تنوير. المهم المفروض امك تكنس تحت الوز تنضف تحته بالليل، يعني ايه اصلا هما بيبيتوه في البتاع اسمها ايه سرند. في السرنداي، والمفروض تحطي قش نضيف وتحط الوز. راحت بيتت لها الوز من غير ما تحط له قش نضيف، سابت الدنيا مش تحتها وقامت والوز ما سايباها بيحبش- وقامت سايباها مفتوحه هو الوز اصلا ما بيحبش ميه تحت منه ولا راب. هو كان انا عارفه. يوم شعره ايوه استنى بس انا فاكره اليوم ده قوي. انت هتطلعيني السلوك ولا إيه؟ اه لا والله. المهم ايه قام رايح جاي الناس بتتعلم. ايه اللي حصل؟ اسكتي خلي حياتي تمسك تقول لي اسكتي انا كنت بتعملي في الويل. انت خايفه من اللي ورا الكاميرا. المهم ايه امي جت تبص على الوز الصبح خير الله ما جعله خير لقيته متاكل، فيها شاي؟ جزء منه متاكل والباقي ايه زي ما ابوك بيقول كل شعريه واقفه كده وعامل كده. كانت مصوره. نزل الصوت صوت قامت رايحه ابونا قلت لها انا غلطان انا ما عدتش عامله لك وز تاني، وقامت رايحه جايه انا جبت على نفسي كانت بتعاقب نفسها والبول. يا شيخ اسكتي. لا ما احنا هي هتقوص براحتها بقى يعني الحته برضه اللي فيها الانسان كده. بيتعلم يا أم. الانسان لا لا الحياه تجارب يعني. امك مش عاوزه اي كلمه فيها تتقال عليا، ممكن تقول عليا أنا. لا لا حقيقه ممكن بتلغش على مصطفى بتلغش عليه مش بلاغ. ملحقه علينا شوف كل ابويا مش منشكح. يعني. لا والله هي برضه علمتنا. عارفه لو انا يا عمته اللي بتتكلمي عليها تاني زيد بقى وتجيب لك من اول ما اتولدت لحد دلوقتي. اه لا لا هي علمتنا حاجات كانت كتير. نصحى هو اصلا من غير ما تعد ومن غير ما تعمل كانت تقوم قاعده وعامله ايدها كده اهو كده وبصه الحيوان كده اهو في فرخه ناقصه. يقول لك ايه انا بقول لها انت كنت رحت المدرسه لما يعني ما شاء الله. كانت جدعه شاطره في الرياضه قوي. كانت جدعة. انا بقول لها المفروض تبقى مهندس، كانت بتحل لي الرياضه. كانت تقول مثلا لو حاجه تقول قاعده حاسه كده. اقول لها انت رحت المدرسه يوم واحد، قلت لها ده انت لو رحت يومين خدت كليه على طول. لا لا بجد يا امي كانت تقعد ايام ما كنت بربي حيوان قبل كده كانت تقعد تقول لي اطلعي صاحبي الحيوان، هي كانت بتطلع. الحيوان صاحبك كانت وصديقك. بتطلع تتكلم يقول لك اقعدي خدي تختتك خدي كرسيك واقعدي في وسط الحيوان واعرفي العيانه واللي مش يا رانيا موجوده امك كانت بتطلع وعندما تطلع وتيجي تقعد معاك في الحيوان تلتقى كله جاي يتلم حوالين مني. انا هي بقى انت اي حد تلاقي الحيوان جري ما هي ما كانتش هي كانت بتقعد مع تقوم حد يا قاعدة. اولاد. هي ما كانتش تقوم جاي قاعده يقوم الحيوان يعني الباب اتفتح أيوة والله. بدل ما الحيوان يجري جري وجري بدل- تلاقي بس يقوم جاي ما جري ايه طلعتش واقف كده. قدام منها كده. ايام ما كانت تقوم هي قاعده بقى ايه وعامله ايدها كده وتقوم باصه عبد بقى الله عبد الله ده جايب القط. ولا عيانه ما ولا ده زي عيانة. سته خدها وديها للدكتور طالما بتقول سته كانت بتلم الحيوان حواليها ودي جايب القطه. خش يا جدع بقى يا جدع. كانت قاعده. هو يعني اللي جابها يا مصطفى؟ بقول لها لا تعالي يا كانت واقفه هناك اهي يعني. كده بقى ايه لا والله يا حبيبتي هي من برضه علمتنا حاجات كتير والله بجد يعني. فالانسان الحياه كلها يعني تجارب. الحياة تجارب والانسان كل ما يعني وعلام. بيموت من غير ما يقيس علام. يعني في حاجات الناس بتعرف شيء يعملها وشيء ما بيعملهاش. فاحنا الحمد يعني لله انا بعرف اتعلمنا اعمل حاجة. كل حاجه ما بعرف. ما هو سبحان الله بقول لك ما كامل الا ما حصل. على صوت لازم والسلام. كل واحد فيه عيب. هو كلنا كده لحد ما نيجي نموت أيوة ما والله. بنكونش اتعلمنا كل حاجه. احنا كلنا بنكتشف في الحياه والدنيا كل يوم بنتفاجئ. يلا ربنا ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها هي ووالدي وجميع موتانا وموتى الناس جميعا اللهم كل اللي آمين. تحت التراب.
ربنا يغفر لهم ويسامحهم ويدخلهم في سجن جنات يا رب، اللهم آمين. اللهم امين. فكده بقى ايه يا حبايب قلبي، احنا عملنا الفيديو. احنا كده خلصنا. كده خلصنا. احنا عاوزين يا جماعه نبقى نطلع بقى عشان ايه، ونبقى مخنوقين بنروح من الدار، نطلع نقعد فوق. اللي مفيش والله احسن من القعده كده، القعده قعده دي والله بحب العصار، القعده على السطح والله. قعده العصار. القعدة كده ولا قعدتك في الشارع لا وقلنا وقالوا انا ما بحبش اقعد جنب حد والله. امك عودتني على كده والله، امك عودتني. انا من النهار ما جيت. الحمد لله يا جماعه. بجد الحاجه علمتني كل حاجه. اي والله بجد. الله يرحمها ويرحم موتانا. اللهم امين. حبيبي انهي الفيديو بتاعكم بقى. كده علي صوت، حبايبي. علي صوت. زعق يعني. كده بقى يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص، وايه ما تنسوناش في الاشتراك واللايك واللايك عشان يوصلوكوا كل جديد. لما تكملي انت بقى يا حبيبي. باي باي يا حبيبي. مع السلامه احلى متابعين في